عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض زلابية، لقيمات، لقمة القاضي، عوامات، زي ما بتسموها سموها. المهم ان احنا هنعمل حاجة طعمها حلو قوي ومقرمشة وشكلها خطير كمان، وهنقدمها بطريقتين مختلفين وطعمها يجنن. تعالوا نشوف هنعملها ازاي النهاردة مع بعض في البيت بكل سهولة، بمكونات حرفيا موجودة في كل البيوت. تعالوا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. في الاول كده معايا كوبايتين من الدقيق، وانا هشتغل بمج الشاي العادي اللي موجود في كل البيوت. كوبايتين كده من الدقيق هنخلهم طبعا، وبعدين هزود عليهم معلقتين كبار من النشا. يبقى كوباية الدقيق بتاخد معلقة كبيرة من النشا. هقلبهم بالشكل ده وهحط عليهم رشة من الملح وهديهم تقليبة كمان. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. معانا هنا كوباية الا ربع من المية الدافية، حطيت عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وحطيت عليها معلقة كبيرة من السكر. قلبتهم بالشكل ده ورجعنا تاني للدقيق بتاعنا، حطيت عليه 3 معالق كبار من الزيت. يبقى كوباية الدقيق بتاخد معلقة ونص كبيرة من الزيت. حطيت 3 معالق وقلبتهم بالشكل ده، وانا متاكده من الخميره بتاعتي انها شغاله، فنزلت بيها على طول على الخليط بتاعي. لكن لو انتي مش متاكده ان الخميره بتاعتك شغاله كويس، استني عليها لحد ما تتفاعل في الميه وتعلى كده وتفور بالشكل ده، تقدري تحطيها. المهم حطيت الخميره بتاعتي اللي هي كوبايه الا ربع من الميه، كان عليها معلقه صغيره خميره ومعلقه كبيره من السكر، وقلبتهم. ودلوقتي بزود ميه بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي هوريهولك دلوقتي. انا زودت ميه قد ايه؟ زودت كوبايه الا ربع كمان. يبقى كل كميه الميه اللي استخدمتها ايه؟ كوبايه ونص. كوبايه الا ربع في الاول مع الخميره، وكوبايه الا ربع بعد كده. يبقى انا كل الخليط السوائل اللي حطيتها كوبايه ونص من الميه. ممكن انت تحطي زياده عن كوبايه ونص، ممكن تحطي اقل من كوبايه ونص، فتمشي مع الدقيق بتاعك والعجينه بتاعتك واحده واحده لحد ما توصلي للقوام ده. ما ينفعش تزودي ميه مره واحده، وما ينفعش تمشي بمقادير معينه بقولها لك في الميه والدقيق. لازم تمشي واحده واحده لحد ما توصلي للقوام اللي بتشوفيه بعينيكي، علشان الدقيق بيختلف من نوع لنوع. علشان الزلابيه لو طلعت طريه قوي معاكي هتفرش معاكي في الزيت ومش هتطلع شكلها مدور. تمام كده؟ خلينا بس ماشيين خطوات واحدة واحدة ونشوف الطريقة الصح اللي تطلع لك نتيجة تكوني مبسوطة منها. اهم خطوة دلوقتي بقى ان احنا بعد ما سبت الويسك بتاعي بايديا كده وبرب العجينة بتاعتي. بصي طلعي فيها طاقتك، يعني ربيها كده. هتفضلي تربي فيها شوية علشان ندخل فيها هوا، علشان تطلع معاكي تكون مقرمشة وهشة من جوه كده وخفيفة جدا. ما تكونش عجين وانت بتاكليها، تكون هشة كده ومقرمشة. لازم الخطوة دي مهمة جدا، لازم تربيها بالشكل ده. هنا بقى هغطيها واسيبها بقى تخمر في مكان دافي ساعة، ساعة وربع، زي ما تاخد معاكي. المهم العجينة بتاعتنا تخمر. تعالى اوريكي القوام بتاع العجينة اللي احنا محتاجينه قبل ما نغطيها ونسيبها تخمر. بصي بقى القوام عامل ازاي، شايفين العرق عامل ازاي، شايفين قوامها عامل ازاي. هي مش خفيفة قوي وفي نفس الوقت مش تقيلة. شايفين القوام عامل ازاي يا جماعة؟ خطوة مهمة جدا انك تعرفي تظبطي قوام العجينة بتاعتك. تعالوا بقى نغطيها دلوقتي ونسيبها تخمر براحتها ونرجع لها بعد ما تخمر. هنا بقى بعد ما خمرت معانا، بصوا عليت ازاي، شايفين العجينة عاملة ازاي. لازم نطلع منها الخمر بالشكل ده، شايفين؟ وهنا بقى هنكون حطينا الزيت على النار علشان يسخن. بنحط الزيت بتاعنا بيسخن وبعدين بنهدي النار خالص ونشتغل والنار هادية. انا دلوقتي معايا معلقتين كده من الزيت ومعايا معلقة صغيرة. باجي بايدي الشمال واحط فيها العجينة بالشكل ده، وبضغط كده بكفة ايديا فبيطلع كده من عند الصباع. وبالمعلقة بعد ما بحطها في الزيت باخد الكرة بالشكل ده بالمعلقة. شايفين انا بعملها ازاي؟ بكل سهولة، مش هتاخد منك تعب ولا مجهود ولا اي حاجة، بسهولة جدا. شايفين؟ تعالوا نروح بقى على الزيت. هنا الزيت بتاعنا زيت سخن غزير. بعد ما الزيت سخن هديت النار، سبته على الهادي خالص، وحطيت بقى الزلابية بتاعتي. خطوة مهمة بقى وانتي بتنزلي الزلابية بتاعتك في الزيت، ما ترميش الزلابية وتطلعي تجري، يعني ما ترميهاش بسرعة وتشيلي ايديكي، لا، انزلي بالمعلقة واستني لحد ما كل العجينة اللي في المعلقة تنزل
على الزلابيه بتاعتك. يعني استنيها لحد ما تنزل كلها براحتها. تمام. ما ينفعش تحطيها كده وتطلعي تجري، هتلاقيها بتطلع معاكي اشكال غريبه كده. شايفين انا في واحده او اتنين يعني مطت مني كده علشان رفعت ايديا بسرعه. لا، تفضلي سايبه المعلقه لحد ما كلها تنزل من على المعلقه براحتها. وما بين واحدة والتانية لازم تحطي المعلقة في الزيت. يبقى تحطي المعلقة في الزيت وتاخدي بيها العجينة كده ما بين ايديكي وبتحطيها في الزيت. تمام كده. بعد ما بتبدأ تمسك نفسها كده شوية بتروحي مقلباها وبتفضلي تقلبي فيها بقى علشان تاخد لون كلها نفس اللون، وكلها تطلع لونها متوحد ويكون شكلها حلو معاكي، مش حتة فاتحة وحتة واخدة لون زيادة. بصوا بقى شكلها عاملة ازاي، حلوة جدا. جربوا الطريقة دي للزلابية وخلوا بالكم من التكات اللي قلتلكوا عليها، وهتطلع معاكم ناجحة ما تقلقوش خالص. شايفين بقى حلاوتها وهي طالعة كده؟ بصوا لونها عامل ازاي، مقرمشة وخطيرة. هسمعكم قرمشتها دلوقتي. انا بطلعها على مصفى وتعالوا نسمع صوت القرمشة. سامعين الصوت؟ مقرمشة وجميلة جدا. تعالوا بقى نقدمها بطريقتين. هنحطها في شربات تقيل يكون بارد. انا عملته معاكم كتير قبل كده، ولو عايزين الطريقة هحطها لكم تاني في الكومنتات. بس الشربات التقيل البارد يعني كوبايتين من السكر، كوباية من المية، بعد ما بيبدأ يغلي كده عصرة ليمونة، وقبل ما تطفي عليه ان هو خلاص غلي كده واخد على النار 7-8 دقايق كده، بتروحي حط عليه معلقه صغيره من الفانيليا، وكده بيكون جاهز معاكي. بتسيبيه يبرد، ممكن تخزنيه في التلاجة على فكره عادي جدا. انا ده كان زياده عندي وكنت حاطاه في باب التلاجة، يعني عادي جدا تخزنيه. المهم الشربات بتاعك يكون تقيل وبارد، وبتنزلي عليه بالزلابية وهي سخنة بالشكل ده، وبتطلعيها على الطبق بتاعك. الطريقة التانية ان انا هحطه في السكر زي ما انت شايفة كده، ده سكر العادي مش سكر باودر، وبحط عليه الزلابية وهي طالعة سخنة برضو، وبقلبهم كده في السكر وبقدمها برضو بالشكل ده. وممكن كمان تحطي رشة من القرفة كده او ربع معلقة صغيرة من القرفة على السكر وتقلبيهم، وهيطلع طعمه حلو قوي برضو. وهنا كانت الكمية بتاعتي كلها عملتها وخلصت. شكله حلو جدا وطعمها خطير ومقرمش وجميل جدا. هش من جوه ومش عجين خالص، هش ومقرمش وطعمه تحفة. شايفين شكلها اصلا عاملة ازاي ولا لونها عامل ازاي؟ جربوها وهتعجبكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بتنزل. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.